السلام عليكم ومرحبا بكم مع وصفة أم ويلام. جبت لكم اليوم وصفة الفلان تاع المقاهي اللي داير حالة كامل نحبوه، ما كاش اللي ما يحبوش، كبير وصغير يحبوه. كاين متابعات قالوا لي سينا شحال من الوصفة ما نجحلناش هاد الفلان. الا ما نجحلكش الفلان تبعي معايا الوصفة تاعي، انا ديما نعتمد هاد الوصفة ناجحة مليار بالمية. إلا راك جديدة معايا في القناة ديري لي جيم وديري لي ابوني، فعلي الجرس باش يلحقك كل جديد. تبعوا معايا المقادير. هنا واش عندنا؟ هنا نبداو في بات صابلي التحتانية. عندي 125 غرام زبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة باش نصيبوها طرية، وعندنا حبة بيض بدرجة حرارة الغرفة، وعندنا 3 ملاعق كبار تاع سكر ناعم يعني سكر كلاصي. هكذا ما نديرو السكر حبيبات في لاباط توجور تاع لي صابلي باسكو راح يخرجونا يابسين. عندنا قرص ملح، وعندنا لافاني، نزيدو ملعقه كبيره تاع نشا يعني المايزينا. هنا نبداو نطمو في لاباط هكذا. هنا مستعملت نيفوي نيباتر هكذا حتى نخلطو كامل جميع المقادير. وهنا نديرو الكاس الاول تاع الفارينه بربع ملعقه صغيره تاع خميره الحلويات، ربع مغرفه، ما نديروش مغرفه صغيره، لا لا ربع تاعهم هكذا. درنا الكاس الاول نزيدو الكاس الثاني هكذا. هنا على حسب الفارينه، كاين فارينه اللي تشرب وفارينه اللي ما تشربش. نديرو كاس تاني كامل، لازم تكون عجينه طريه وما تلاصقش في اليد. نزيدو الكاس الثالث تدريجيا، نقعدو غير بشويه نزيدو. انا من الكاس الثالث استعملت نص كاس هكا صافي، استعملت 2 كيسان ونص فارينه. هاي لك هنا بعد ما نطمت لي العجينه، شوفوا تكون عجينه طريه وما تلاصقش في اليد هكذا. هنا درت ساشي عادي تاع الخبز، حطيت من تحت وزدت له من الفوق، ونبداو نحلو في لاباط تاعنا هكذا. انا استعملت سنيوه 30 على 24، هاد الكميه تاع 30 على 24 عفوا، لي توجور نعتمدها ونخدم بها. هذه نرفدو هكا لاباط نحطوها على السنيوه، نمشيو هكا لاباط تاعنا كامل على الاطراف. هنا معليش ما تكفيكمش في لي كوتي نحو من جهه ونلصقو في جهه واحده اخرى هكذا، نرقعوها باسكو ماهيش راح تبان لنا هكذا. انا كيما قلت لكم هاد الكميه استعملتها كامل في السنيوه، ما قعد لي والو منها هكذا. هنايا نتقبها كامل بالفرشيطه. الا كان الحال سخون دخليها الفريجيدير تريح قسما نخدمو لا كريم باتيسير، وإلا كان بارد عادي. هنا عندي 3 حبات تاع البيض، الا كان البيض تاعك كبير ديري 2 حبات، وإلا كان البيض تاعك صغير كيما ديالي ديري 3 حبات. عندنا كاس الا ربع تاع سكر عادي، نخلطو كامل هادوما. هنايا ما بديتش بالحليب باش البيض يتخلط لي بيان، شتو كي نديرو الحليب هو الاول ونديرو موراه البيض يطول باش يتخلط لي هكذا. نخلطوهم. وهنا تاني عندي كاس الا ربع تاع النشا يعني مايزينا، ديروه نتوما غير بالعقل وخلطوا. انا كي درتو على خطره كي بديت نخلط ماشي آلز، بدا يطير لي من الكاسرونه. على بها قلت لكم النشا يعني المايزينا ديروها تدريجيا باش تخلطوا آلز. ودوكا هنايا نديرو ريتله تاع حليب عاديه تاع شكاره انا استعملت. هنا الا حبيتي تقدري تستعملي نص ريتله تاع حليب ونص الاخرى ديريها تاع الماء عادي، بصح انا استعملتها كومبلي ريتله تاع حليب. هنا لي زاغوم لازم تقدري ديري لاغوم تاع البنان ولا لاغوم تاع كراميل، لاغوم اللي حبيتيها عفوا. انا درت لاغوم تاع كراميل هكذا باش ما يجيناش فيها ريحه البيض.
نحطوها فوق النار. كي تتقال لا كريم باتيسير تاعنا نزيدو لها ملعقه كبيره تاع زبده ونزيدو نخلطوها. نخلطو هاد الزبده بيان، ما نخلوش هذاك ليدام تاع الزبده من الفوق، نخلطوها بيان وندخلوها في لا كريم باتيسير. هنا نجيبو السنيوه تاعنا اللي درنا فيها لا بات سابلي، نفرغو فوقها لا كريم باتيسير هكذا هكذا، نسقموها نسويوها بيان باش تجينا كامل سوا، ونكونوا شعلنا الفرن تاعنا على 180 درجه، نطيبوها من التحت. ومن بعد باش نشعلو لها من الفوق، انا دهنتها بشويه زبده باش تحمر لي كامل، ما تحمرليش جهه وجهه تقعد لي، لا انا دهنتها كي طابت لي من التحت، شتي الاطراف تاعها حمارولي، جبتها دهنتها كامل بالزبده هكا وعاودت لها لها ملعقه كبيره تاع عسل، هكا حتى حمارت ولا لي تقدري كامل ديري مليح. لها معجون المشماش، ولا تقدري ديري لها ناباج يعني لا جولي انتي وما حبيتي. هكذا راني نديرها بالبانسو كامل باش تعطينا هذاك اللمعان. هنا بعد ما دهنتها كامل نخلوه يبات ليله كامله ولا الماكسيموم 4 سوايع. انا بالنسبه لي خليته 3 سوايع باش جست درت معاكم المونتاج. هاوليك هنا الفلان تاعي بعد ما خليته يريح 3 سوايع حتى 4 سوايع ولا ليله كامله عادي. بون هنايا راه مكلاولي الربع تاعها مزيان، خلاولي النص الاخر. دوك نقسم معاكم وتشوفوا القوام تاع الفلان تاعي كيفاش يجي حاكم روحو. وكما قلت لكم بكل مصداقيه ما خليتوش ليله كامله، قلت لكم 3 سوايع هكاك، 3 سوايع ونص عاود جبدتو. انا درتو في الثلاجه يبرد لي، ماشي في كونجيلاتور، في الثلاجه. هاوليك شوفوا كيفاش يجي حاكم روحو ما شاء الله. درتو انا بالقو تاعو، يعني البنه تاعو درتها تاع كراميل، جا حاكم روحو. نتمنى تجربوه وترجعوا لي رايكم. شوفوا والفلان تاعي راه واجد. ندوق معاكم دوكا وباش تشوفوا القوام تاعو كيفاش حاكم روحو هكذا. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاعي تاع اليوم. ديروا لي جيم وديروا لي ابوني، فعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد، وبعتوا لي تطبيقاتكم كامل على الانستغرام ولا على الميسنجر. نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده، نقول لكم سلام.